ازيكم عاملين ايه؟ معلش جبت عليكم كتير، بس النهارده جايه لكم بوصفه حاجه كده من الاخر. النهارده جايه بحلى البسكوت بالكريم كراميل. وصفه سهله وسريعه وخفيفه. عايزه اقول لكم حاجه كده من الاخر، ما خدتش معايا وقت طويل. عايزه اقول لكم ان هي في اقل من 5 دقايق بتكون خلصت. كمان مكوناتها خفيفه جدا، هي 3 مكونات بس: كريم كراميل، كريمه، وكمان البسكوت، وبس كده. حاجه كده وهم يا جماعة من الآخر، لازم تجربوها. تنفع للضيوف، تنفع بقى السهرة عاملاها مع الولاد، تنفع كمان في اللانش بوكس. حاجة كده تحفة تحفة تحفة، لازم تجربوها. يلا مع بعض نبدأ الوصفة. بس طبعا قبل ما نبدأ الوصفة ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد. نقول بسم الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا. انا جايبة هنا كيس كريم شانتيه اللي هو دريم، الكيس الصغير مش الكبير. فضيته، نزلت عليه بكوباية لبن مثلجة. تمام، اهم حاجة تبقى متلجة يا جماعة عشان تعمل معانا الفوليوم ده. نزلت عليها بكيس كريمة بتاعة الكريم كراميل. وطبعا الكيس بتاع الكراميل نفسه انا شايلاه للتزيين، هنحتاجه للتزيين. هقعد اضرب بقى فيه ضربة مبرحا لحد ما يعلى معانا ويعمل فوليوم كده عالي. اهم حاجة بس وانتي بتضربي كريمة تضربيها في اتجاه واحد عشان ما تخرجش الهواء منها وتعلى معاكي. اول بقى ما عليت كده رحت واخداهم شايلاهم في الفريزر علشان الكريمه تبقى جامده معايا، عقبال بس ما احضر باقي الوصفه. فضيت هنا 3 اكياس بسكوت اللي هو الحجم الكبير. في نفس الوقت كنت جايبه طبق حاطه فيها شويه ميه، عليها شويه قهوه سريعه الذوبان او اللي هي النسكافيه يعني. ايا كان النوع اللي عندك. طبعا هننزل فيه البسكوت ونبدا نرصه في الصينيه. ممكن طبعا ما تعمليهوش بميه، ممكن تعملي شويه لبن ساقع وتنزلي عليها القهوه سريعه الذوبان، تدوبيه فيها وتبداي بقى ترصي البسكوت. بس انا حسيت ان هو يعني هتبقى تقيله قوي، بالذات ان انا لما دقت البسكوت ده لقيته هو نفسه طعمه تقيل. بس انتي عموما ممكن تستخدمي اي نوع بسكوت انتي عايزاه، مش شرط البسكوت ده. تمام، هبدأ بقى ارص كده البسكوت بتاعي على حسب بقى الصينيه اللي انتي هتعملي فيها، كبيره صغيره براحتك. انا ال3 اكياس عملوا معايا طبقتين، والطبقتين دول كانوا كل مره فيهم البسكوت طبقتين على بعض. يعني انا كده هعمل طبقتين بسكوت تحت وهحط الكريمه وبعديها ارجع اعمل طبقتين تاني. كده بقى انا كنت خلاص بقفل فيها، حطيت اخر بقى طبق كريمه. وبعديها بقى نزلت بالكراميل، كيس الكراميل اللي جاي مع الكريم كراميل. ببدا بقى تزيني بيه. عايزه اقولك انت ممكن بقى تزيني باي حاجه، يعني هي اصلا ممكن تتزين مثلا نص كراميل ونص مانجا. بس انا يعني ابني كان تعبان شويه فما رضيتش احط مانجا عشان غلط عليه. لكن انت ممكن تزيني بالشكل اللي انت عايزاه، فراوله، مانجا، ايا كان. وعايزه اقولك انت لو عندك مانجا وعايزه تحطي في الطبقه اللي تحت مانجا، قطع مانجا الاول وبعديها فوق مانجا، برضه هتبقى تحفه. الشكل اللي انت عايزاه زي ما قلت لك انت ممكن تعمليه بالطريقه اللي انت عايزاها. ده بقى كان شكلها بعد ما خلص. انا خلصتها وحطيتها في التلاجة حوالي 4 ساعات او 3 ساعات. وبتبداي بقى تقطعيها بالشكل ده. عايزه اقول لكم كانت تحفه وجميله وخفيفه. بصوا احنا كنا بناكلها كده بالمعلقه. انا تاني يوم فطرت طبعا بيها. اول ما صحيت خدت حته كده مع كوبايه نسكافيه. مش عايزه اقول لكم مزاج روقان يا جماعه، روقان. يا رب بس الفيديو يعجبكم. بس كده احنا خلصنا الوصفه. متنسوش لايك وشير وسبسكرايب. وبحبكم جدا جدا جدا، وسلام.